هقول لك 5 نصايح مهمة لنجاح إعلاناتك الممولة على السوشيال ميديا. لو المنتج بتاعك بيقدم خدمات، اهتم إنك تمول إعلاناتك الممولة على فيديوهات قصيرة تكون ريلز أقل من 90 ثانية، وتكون بتشرح فيها خدماتك للعملاء بتوعك أو بتعرفهم معلومات عنك ومعلومات عن البيزنس بتاعك. لو البيزنس بتاعك بيقدم منتجات، اهتم جدا بالديزاين بوست بتاعك، واهتم إن تصويرك للمنتجات بتاعتك يكون بروفيشنال جدا، عشان صورة المنتج هي أكتر حاجة بتخليه يبيع أكتر من الإعلان الممول. رقم 2، اهتم بالمحتوى المكتوب في إعلانك، ومهم جدا تهتم بأول جملتين منه، لأن احنا بنسميهم الهوك أو الخطاف، اللي هيخلي العميل بتاعك يتشد ويقف على الإعلان بتاعك أطول فترة ممكنة ويكمله للآخر. رقم 3، أقل مدة تشغل فيها إعلانك الممول من 5 ل7 أيام فيما فوق. يعني مفيش إعلان ممول بيشتغل يومين ولا بيشتغل 3، وده بالذات في الفترة الأولى لما تكون بتعمل الكامبين بتاعتك، لأن الإعلان الممول في أول فترة ليه بياخد من 24 ل 48 ساعة، حاجة اسمها الليرنينج أو مرحلة التعلم، ودي اللي بيبدأ فيها البلاتفورم يطلع للعملاء ويختار الأودينس اللي هو هيكمل عليهم بعد كده، ويعرف مين هو الجمهور المستهدف بتاعك عشان يقدر يستمر على الظهور لجمهور مشابه ليهم. رقم 4، اهتم جدا بميزانية إعلانك الممول. أقل ميزانية إعلانية لأي إعلان ممول النهاردة لا تقل عن $10 يوميا، سواء كانت عملة بلدك جنيه، درهم، ريال. لازم المبلغ اللي هتصرفه في الإعلان يساوي $10. أوقات طبعا بنشتغل بميزانيات أقل من كده، ولكن في حالة خاصة جدا، لو حجم المنافسة ضعيف، لو مش كتير من الناس عاملين إعلانات ممولة في المجال بتاعك، ممكن أوقات نحتاج ميزانيات أقل، ولكن الستاندر بتاعنا المفروض ما نقلش عن $10 يوميا لأي حملة إعلانية. رقم 5، لازم تهتم ان يكون معاك تيم مودريتور قوي جدا، ويكون بياع شاطر قوي، عشان ما ينفعش تعمل حملة اعلانية حتى لو بمليون جنيه وما عندكش مودريتور قوي، لان هو اللي بيرد على رسائل وكومنتات العملاء، هو اللي بيقفل معاهم الاوردر او بيقفل معاهم الديل، وبيحقق اكبر قدر من الاوردرات. فلازم يكون معاك مودريتور اقوياء جدا، وبيعرفوا يشتغلوا بطريقة بروفيشنال جدا، بيردوا على العميل في اسرع وقت ممكن. ساعتها اضمن ان اعلانك هينجح.